السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في استوديو الكورة وحلقة جديدة إن شاء الله هنقدم لكم فيها كل ما هو جديد. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد معانا. هنبتدي الحلقة ومعانا القائمة المختصرة المبدئية لنادي الزمالك للصفقات اللي جاية جديدة، واسمحوا لي واستحملوا لي استعين بالورقة ديت عشان ديت اللي فيها كل التفاصيل اللي هنتكلم فيها مع بعض، عشان التفاصيل صراحة كتيرة. بنتكلم في قائمه صفقات نادي الزمالك، كل اللي بيتكلم صفقات الاهلي، مهاجم الاهلي، طب فين نادي الزمالك القطب الثاني؟ انا باختصار جبت لكم القائمه ديت بنسبه كبيره هيطلع منها لعيبه في الصفقات الجديده لنادي الزمالك. القائمه دي بتشمل 10 لعيبه محليين ولاعيبه اجانب كمان. طيب خلينا نبتدي واحده واحده كده بالاسماء واللعيبه وتفاصيلهم ايه. اول حاجه هنبتدي باللعيبه الاجانب. اول حاجه واول لعيب معانا لعيب اسمه عبد الصمد بوناصر. عبد الصمد بوناصر ده مدافع عنده 19 سنه، بيلعب في نادي اتحاد الجزائر. مدافع عنده 19 سنه، يعني وارد جدا ان هو او طبيعي جدا انه يتأيد في قائمه تحت السن، يعني ما يتحسبش من اللعيبه اللي هي فوق السن. على فكره اللعيب ده مدافع قوي جدا ومدافع قادم بقوه، ولاعب نادي اتحاد الجزائر الجزائري. تمام، لعيب طوله 188 سم، ولعيب المعدل البدني لسنه والتحاماته لعيب قوي جدا. لعيب لو نادي الزمالك لعيب خلص معاه، لعيب بوتنشال قوي وحلو قوي. طب تاني اسم في القايمه لعيب شويه اسمه غريب شويه، هو اسمه حميدو عبد الفتاو. عبد الفتاو دوت لعيب عنده 25 سنه، متر 82 سم، وبيلعب في نادي ميدياما الغاني. ميدياما الغاني اللي لعب النادي الاهلي قبل كده. طيب الراجل ده بيلعب على فكره باك شمال. اوكي، يبقى احنا كده اتكلمنا على لعيب مساك جزائري ولعيب باك شمال غاني. طيب اللعيب الثالث لعيب تقيل قوي ولعيب مهم قوي، هو يسري بوزوك. يسري بوزوك ده جناح نادي الرجاء المغربي. هو لعيب جزائري عنده 27 سنه. القيمه الماليه بتاعته حسب القيمه التسويقيه بتاعته حسب ترانسفير ماركت معديه ال 2 مليون يورو. جناح يعني بص، بلاي ميكر، رفيع مهاري سريع كروسات بيخلص، يعني صراحة جناح عالمي، جناح تقيل. لو نادي الزمالك خلص معاه والراجل دوت جه نادي الزمالك وهو توب فورم، هيفرق كتير قوي 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 مع نادي الزمالك. لعيب حلو جدا على فكرة، ولعيب متر 65 سم، وبيلعب في نادي الرجاء المغربي، ومن اللعيبة المؤثرة في تشكيلة نادي الرجاء. طيب رابع لعيب في الاجانب المرشحين هو لعيب كلنا عارفينه، اسحاقو يعقوبو، اللي عمره 30 سنه، 173 سم، باك شمال نادي البنك الاهلي. لعيب في الدوري المصري، لعيب قوي، لعيب بدنيا قوي وبيهاجم وبيدافع، لعيب كويس قوي. وده من اللعيبه اللي بيقال كمان ان نادي الزمالك خلاص تقريبا خلص معاه وحسن معاه الامور. احنا كده 4 لعيبه اجانب مبدئيا مرشحين لنادي الزمالك. يبقى تاني عبد الصمد بن ناصر مدافع اتحاد الجزائر 19 سنه، حميدو عبد الفتاح 25 سنه، متر 82 سم، باك شمال ميدياما الغاني. يسري بوزوج جناح الرجاء المغربي، وده اقوى لعيب فيهم 27 سنه. اسحاقو يعقوب اللي احنا عارفينه الباك شمال بتاع البنك الاهلي وعنده 30 سنه. طيب اللعيبه المحليه اللي تحت مجهر نادي الزمالك، ونادي الزمالك ابتدى يتفاوض معاها ويتكلم معاها. اول لعيب هو محمود ممدوح، مهاجم وراس حربة نادي حرس الحدود، اللي ابدع في الادوار الحاسمه وفي دوري المحترفين مع نادي حرس الحدود. لعيب عنده 22 سنه، 182 سم، بدنيا حلو قوي، فينيشر حلو قوي، واداؤه محترم. لعيب حلو جدا جدا جدا، ولعيب صاعد لو نادي الزمالك يقدر يخلص معاه. طيب لعيب تاني بقى تقيل وهيبقى صفقه مهمه ومفاجاه لناس كتيره، احمد رمضان بيكهام، لاعب النادي الاهلي السابق ولعيب المنتخب الوطني على فترات، واللعيب الجوكر. احمد رمضان بيكهام مدافع وباك يمين ولعيب جوكر معاك لنادي سيراميكا كليوباترا، عنده 27 سنه ومتر 84 سم. لعيب يفرق كتير قوي في تشكيله اي مدرب. لو نادي الزمالك خلص مع بيكهام هيفرق كتير قوي 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 قوي، واعتقد مع ضغط جماهير نادي الزمالك هيروح المنتخب تاني ويرجع لفورمته بقوه. لعيب حلو قوي ومؤثر جدا ويفرق كتير قوي. المفاجاه الثانيه هو احمد ياسر ريان، مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا وبرضه مهاجم النادي الاهلي السابق. لعيب الماركت فاليو حسب ترانسفير ماركت مليون و200 الف دولار، من اللعيبه المهمه وليها قيمه. سبق ليه الاحتراف بره مصر، هداف، فروت صندوق محترم جدا، فينيشر وبدني عالي جدا. لعيب برضه عنده 26 سنه، متر 85 سم، يعني بنتكلم عن فرد متكامل يقدر يحل ازمه المهاجمين، وممكن بسهوله يبقى هو المهاجم الرئيسي لنادي الزمالك. احمد ياسر ريان لو في التوب فورم ومركز ومستواه بيزيد،
لا هيفرق كتير قوي لو اعتمدت عليه كمهاجم صندوق وتارجت مان يخلص لك ويفتح لك مساحات للعيبه ويخلص فرص. احمد ياسر ريان ممكن ينفجر مع نادي الزمالك ويفرق كتير جدا. طيب عندنا بقى 2 لعيبه فاضلين او 3 لعيبه كمان. اول لعيب عندنا منهم هو يسري وحيد، اللعيب المتالق اللي بيلعب في طرائع الجيش، كان جاي لهم من الترسانه الموسم ده. لعيب عنده 26 سنه، متر و80 سم، وينجر، لعيب حلو جدا وباين جدا في الدوري، وفي كلام عليه من النادي الاهلي كمان. يعني يسري وحيد لعيب حلو قوي ويفرق كتير قوي، لعيب يزيد ويتطور بشكل كويس، ولعيب تقدر تكون تعتمد عليه في التشكيله بتاعتك او يكون بديل قوي بشكل مؤثر جدا. لعيب يستاهل انه يبقى في الشورت ليست بتاعت نادي الزمالك. عندك بقى حارس مرمى كريم عماد. كريم عماد 27 سنه، حارس مرمى حرس الحدود، جول كيبر محترم، راح لهم من نادي سموحه ومؤدي بشكل ولا اروع. وعلى فكره الراجل ده هيكون في الدوري الممتاز بعيدا عن حرس الحدود، لو انتهى هينتقل للفرقه قويه يفرق معاه. يعني ممكن تلاقوه في الاهلي، ممكن تلاقوه في الزمالك، ممكن تلاقوه في مودرن سبورت، ممكن تلاقيه في سيراميكا، ممكن تلاقيه في الانديه اللي هي بتلعب على المربع فوق. حارس متميز، حارس قوي، عمل معدل تصديات حلو قوي، شال فرقته كتير وفرق معاهم من اسباب صعود حرس الحدود هو صراحه. فحارس مرمى يستاهل ان هو يبقى برده في الشورت ليست بتاع نادي الزمالك. اخر لعيب، اللعيب اللي هيبقى عليه يعني كلام كتير، هو عمر الساعي. عمر الساعي بلاي ميكر ولعيب رقم 8 يعني لعيب متكامل. عمر الساعي من اللعيبه الحريفه اللي في نادي الاسماعيلي. عمر الساعي في كلام اتقال ان هو مضى رغبه لنادي الزمالك، وكلام دلوقتي ان في تفاوض قوي مع النادي الاهلي. فاللعيب دلوقتي ما بين الزمالك والاهلي، هل اللي هيحسم الموقف رغبه اللاعب ولا القيمه الماليه الاكتر واستفاده نادي الاسماعيلي؟ ده اللي هيبان معانا في الايام اللي جايه. طيب كده احنا اتكلمنا في 10 لعيبه مرشحين، هيبقى منهم على الاقل يعني مش اقل من 3 4 لعيبه منهم هيكونوا في تشكيله نادي الزمالك الموسم الجديد بعد فك القيد وحل ازمه الانتقالات. اللعيبه ديت اكيد هتضيف القائمه دي، واللعيبه ديت الجوده دي لعيبه جودتها محترمه قوي، تفرق قوي مع نادي الزمالك. طيب مين هم اللعيبه الراحلين عن نادي الزمالك؟ اولا في اللعيبه العائدين عندك مهاجم نادي البلديه ومهاجم نادي الزمالك، تاني هدافين الدوري، راجل هيرجع ان شاء الله نادي الزمالك، ونادي الزمالك اكد دوت عشان يكمل المهاجمين ويكمل. يبقى عندك احمد ياسر ريان، ويبقى عندك سيف الجزيري لو موجود ومكمل، ويبقى عندك تاني هدافين الدوري ومهاجم نادي البلديه. يفرق معاك كتير قوي صراحه في التشكيل بتاعك ويتقل الهجوم عندك بطريقه محترمه جدا. طيب الراحلين عندك بقى نادي الزمالك، اولا اعتزال الكابتن المحترم الخلوق محمد عبد الشافي، خلاص قرر اعتزاله بنهايه الموسم دوت وما بيشاركش ومش موجود، بس هو الراجل خلاص علق الحذاء بتاعه وقال لك تمام انا نهايه الموسم بتاعي، وهيتشال رسميا من قوائم نادي الزمالك بنهايه الموسم ده. ابراهيم انداي عقده خلاص فري ايجنت. ياسر حمد كلنا عارفين ان هو فري ايجنت خلاص، وعلى فكره ابراهيم انداي بنسبه كبيره راح الترجي التونسي. واخر لعيب هو محمود علاء برضه لانتهاء عقده. دول اللعيبه المؤكد رحيلهم حاليا عن نادي الزمالك. طيب الخبر اللي بعد كده واللي هنتكلم فيه هو هزيمه ليفربول في اول ماتش ليه ودي. الماتش ده كان مش مذاع على فكره، ماتش مقفول، كان بيلعب نادي في التشامبيونشيب اسمه بريستون نورث اند. الماتش خلص بهزيمه ليفربول 1-0. والغريب بقى هو مركز محمد صلاح. محمد صلاح يا جماعه ما كانش بيلعب وينج لا يمين ولا شمال ولا بلاي ميكر ولا سكند سترايكر، محمد صلاح كان بيلعب راس حربه. طب المركز ده، هل محمد صلاح هيلعب في المركز ده في الموسم حرفيا وده يبقى مركز صلاح الجديد، واعتماد على محمد صلاح وسرعاته في المساحات، وان محمد صلاح هو اللي يخلق مساحات للوينجات بسرعته وتحركاته ويعمل ازعاج للمدافعين، ولا عشان غياب نونيز وعشان غياب جاكبو واللعيبه اللي كانت في اليورو والكلام ده كله فهو اضطر يستعين بصلاح؟ ده هيبان معانا في الفتره اللي جايه، ده اللي هيبان معانا في المطوشه الوديه اللي جايه. طب لو صلاح في المركز ده هل هيأدي؟ ما نعرفش فلسفه ارني سلوت هتبقى ماشيه ازاي مع ليفربول. هل الامور هتتحسن والموضوع هيبقى الوضع هيبقى اقوى، هيكمل على خطى يورجن كلوب ويحسن الوضع، ولا الوضع هيبقى صعب واسوأ ويبقى نهايه حقبه كلوب ونهايه الحقبه الذهبيه لليفربول في الفتره الاخيره؟ ده اللي هيبان معانا الفتره اللي جايه. طيب عندنا بقى مشكله حصلت وفضيحه كرويه جميله جدا حصلت، يعني سمعت يعني خلت سمعتنا في الحضيض. الموضوع باختصار نادي كازما الكويتي عامل معسكر هنا في اسكندريه في مصر
تمام. معسكر للفريق استعداد للموسم الجديد. نادي كازما الكويتي طلب من الشركه المنظمه ليه للمعسكر انه يلعب مباريات وديه، فطلب فريق من الدرجه الثانيه. فالمهم باختصار الفريق من الدرجه الثانيه قالوا لهم هتلعبوا نادي تليفونات بني سويف. تمام. طيب نادي كازما الماتش يتلعب لغايه دلوقتي مفيش اي حاجه، كازما لعب الماتش وبعد كده نتفاجئ ان في تويته طالعه ان كازما بيقول انا كسبت نادي تليفونات بني سويف، النادي اللي بيلعب في دوري المحترفين في مصر 7-1 في مباراه وديه. يروح طالع الكابتن احمد تمساح المشرف العام على الكره يقول لك احنا لا لعبنا ولا نادي تليفونات بني سويف راح ولا احنا بدانا فتره اعداد ولا اي حاجه من الكلام ده كله. بعد البحث عن الموضوع يطلع ان في وكيل لاعبين اسمه سيد رياض على علاقه قويه بنادي تليفونات بني سويف. الراجل دوت راح باختصار قال لك راح مثل النادي بشكل ما ولعب، وعلى اساس ان هو على اتفاق انه ده نادي تليفونات بني سويف. الراجل ده في استضافته باختصار مع الاستاذ ابراهيم فايق توه في الكلام من الاخر، قال لك اصلك حد اللي جايبني والشركه المنظمه، طب قول لي اسم، طب كذا، وانا كنت رايح العب القادسيه الكويتي مش كازما الكويتي، واللعيبه كانت بتلعب على اسم شركتي شركه الرياض وبتيشيرتاتي ومش بلوجو تليفونات بني سويف ولا اي حاجه، ولغط كبير واحداث كبيره مؤسفه تقلل من قيمه الكره المصريه. وهو صراحه ما ينفعش اي وكيل لاعبين، انا اسف يعني مهما كان مين يروح واخد اسم نادي او يلعب مع نادي كبير بدون اي تصاريح رسميه وبدون اي تدخل من وزاره الشباب والرياضه واتحاد الكوره، والموضوع يبقى سداح مداح. المفروض ان المطوشه الوديه دي اصلا بيبقى لها تنسيق المفروض على حد علمي مع اتحاد الكوره، وان دي بيختارها ان دي في مطوشه وديه، نادي جاي من بلد ثانيه تماما جاي ينسق او ماتش ودي على الاقل بيتبع لوزاره الشباب والرياضه او ليها طريقه ليها نظام مش بالبركه كده. الراجل راح مجمع شويه لعيبه عايز يسوقهم، شويه من انديه بقى من كيسكادا قال لك ومن لعيبه كانت اتسرحت من نوادي كبيره من 2003 والفرق اللي هي اتسرحت السنه دي، وجمع فرقه وقال لك اما اسوقهم وايه وخليهم بقى تليفونات بني سويف تليفونات بني سويف، والعب يا عم الماتش راحوا خسرانين 7-1 والموضوع بقى شكله زي الزفت، وطلع على شكل الكره المصريه زي الزفت وتليفونات بني سويف طلع شكلها زي الزفت، عشان الراجل كل وقت اهدافه ماديه طبعا، يسوق شويه لعيبه عنده ويكسب منهم ويماركتهم ويطلع شويه فيديوهات ويقول لك اللعيبه بتاعتي لعبت كازما الكويتي على اسم النادي واللعيب ده كويس واللعيب ده جامد، ويبيعه وياخد عمولته والراجل يبقى الدنيا زي الفل ولا همه حاجه غير الفلوس. ربنا يسترها. ووزاره الرياضه اعلنت تحقيق رسمي في الموضوع ان شاء الله يكمل ويكون في قرار قوي يحل المشاكل والازمات اللي حصلت ديت ويخلي سمعتنا كويسه. احنا مش حمل اي كلام من الكلام اللي ملوش لازمه ده بصراحه هياثر على الكوره المصريه، كفايه الاحداث اللي عندنا وضغط الدوري والمشاكل اللي في الدوري ومشاكل اللي موجوده عندنا كفايه علينا صراحه، مش ناقصين سيد رياض ويجي ابراهيم محمدين ومين وكيل مين ومين كذا ويعمل فرقه ويشتغل على الجو ده، فاحنا مش ناقصين الكلام ده. خش على خبر مهم قوي. نادي السوشي الروسي بيرفض عرض رسمي من النادي الاهلي لاستعاره يحيى عطيه الله. النادي الاهلي بعت عرض اعاره، وده الاتجاه الجديد في النادي الاهلي. هتلاقوا النادي الاهلي السنه دي الفكر الجديد عنده ان انا هبعت اعارات، مش عايز البس لعيب من الاخر، انا هبعت اعاره مع بند حقيه تفعيل الشراء لو انا عايز افعل الشراء بالاتفاق. اللعيب ادى معايا والدنيا زي الفل وتمام هفعل بند الشراء يا باشا وزي الفل توكلت على الله واللعيب تمام يلزمني. طب اللعيب طلع ما اداش ما انسجمش، ما المدرب مشى مش عايزه زي ما كان بيحصل دلوقتي. فايلر كان جايب اليو بادجي ما عجبش موسيماني ولعيب كويس قوي، لا مش عايزه مشيه. موسيماني كان جايب بيرسيتاو فانا مش جاي معايا ككولر فمشيه، مش جاي معايا مش عارف مين فمشيه، لا انا هجيب اللعيب دلوقتي بنظام الاعاره مع حقيه الشراء. فرق اوروبيه كتيره جدا بتعمل كده، اللعيب انسجم وادى ودخل في التشكيله وثبت مكانته وظبط دنيته ومفيد للنادي يا اهلا وسهلا، افعل بند الشراء يبقى ما اتعورتش كتير، ده اتعورت في جزئيه الاعاره واستفدت باللعيب على قد الاعاره، دفعت مبلغ قليل لما ما اروحش ادفع لي 2 مليون يورو ولا 2 مليون دولار ولا ايا كان الرقم واخد لعيب هتصدم فيه يطلع كسر يطلع ما ينسجمش يطلع عنده مشكله يطلع لعيب فيديوهات زي ما بيحصل من وكلاء لعيبه كتيره بدون ذكر اسماء وعارفين الكلام ده كلنا. لا انا ابقى مطمن والدنيا تمام واتوكل على الله، خلاص اللعيب شفته على ايدي في التدريبات وانتظم ولعيب ملتزم ويناسب الكيان ويناسب التفاصيل بتاعته يناسب خطط المدرب وادى واداني نتائج، افعل يا باشا بند الشراء. الفكره كلها بقى ان نادي سوشي الروسي لو هيرضى هو بيغلف طلباته تمام. دلوقتي باختصار يحيى عطيه الله عشان سوشي الروسي نزل درجه ثانيه عنده بند ب 2 مليون دولار، خلص يا باشا اي نادي عايز يشتريه. طيب الاهلي عايز ياخده اعاره تمام، في عقد في بند يحيى عطيه الله يعني الموسم الجاي يحيى عطيه الله الاهلي ياخده ب1 مليون دولار، فسوشي لقاها خسران قال لك يا باشا لا مش لاعب،
خد اشتريه دلوقتي. الاهلي ما بنحيرك بقى ناخد عطيه الله وادفع ثمنه واخد الريسك ينجح ولا ما ينجحش، مع احترامنا لعطيه الله لعيب دولي ولعيب تقيل، بس انسجام الاجواء وستايل النادي الاهلي ومدرسه النادي الاهلي بتفرق، وسلوكيات اللعيبه بتفرق. لسه ما يعرفوش سلوكياته، ولسه ما يعرفوش اللعيب وضعه ايه في التمارين، انسجامه مع زمايله، انسجامه مع الفرقه، روح الفريق، هيفرق كتير جدا. فبالتالي احنا بنتكلم ان الاسلم امشي في بنود الاعاره. في لعيبه ثانيه مرشحه، في لعيبه ثانيه مرشحه، في لعيب عراقي باك شمال مرشح وبيلعب لمنتخب العراق الاول، عنده 25 سنه، بس برضه مش في قوه عطيه الله عشان يبقى قولا واحدا. طيب هنيجي بقى للنقطه اللي هنتكلم فيها باختصار وبكره هنتكلم فيها باستفاضه. بيراميدز في الدور الثاني من الدوري دايما مع النادي الاهلي. ايه القصه؟ النادي الاهلي وبيراميدز بالمسمى الجديد اتقابلوا 5 مرات في الدور الثاني. ايه اللي حصل فيهم؟ اللي حصل فيهم كالاتي: 3 مرات فوز بيراميدز و2 تعادل، يعني الاهلي ما كسبش بيراميدز ولا مره في الدور الثاني. الموضوع شبه عقده وشبه ان هو مكلكع مع النادي الاهلي. طيب فالمش كويس ضغطه الالومنيوم اللي حصلت وهاني حتى جاب الجون، وبعد الجون اللعيب مضغوط بغل، ضغطه الماتش كانت باينه عليه غير الضغوطات الشخصيه اللي على هاني. وعايزين نبعد عن البنود دي بالله عليكم وعن اللعيبه. كفايه اللي حصل لاحمد رفعت، الله يرحمه ويغفر له يا رب، مش ناقصين. وعندنا رمضان صبحي برضه حاسس بالتعب ونفسيته تعبانه والدنيا والقصه تمام، والراجل الحمد لله هو رجع. ومش عايزين نتكلم على لعيبه بامور شخصيه يا جماعه وشخصنه وضغط، ده مش في ناديه، ده في نادي منافس. يعني دع الخلق للخالق وخلي الكره في الملعب وملناش دعوه باللعيب بره الملعب، ولا دعوه بامور خاصه ولا هنضغط على لعيب ولا هنتكلم على لعيب ولا نخش في الجدالات دي تاني. خلي اللعيب، الراجل ده وظيفته ان راجل لعيب كوره يلتزم بالمهنيه والجمهور يلتزم ناحيته بالاحترام، وهو يحترم الجماهير والجمهور واللعيب يحترموا بعض احترام متبادل. شجع ناديك ولعيبتك في احترام ومالكش دعوه بلعيبه المنافس. انتهينا. ونلتزم بقى مع ايه؟ نتجنب موضوع الضغوطات اللي جايه بطريقه غير مباشره واعلاميا وخلافه وخلافه وخلافه. فاحنا دلوقتي مش عايزين حد مضغوط يا جماعه الفتره الجايه. خلوا اللعيبه زي لعيبه اوروبا، اللعيبه مركزه في الملعب تديك، انت اللي هتستفيد في الاخر كجمهور، انت اللي هتستفيد في الاخر كنادي، انت اللي هتستفيد في الاخر ككره مصريه، ان اللعيبه بتأدي فترفع اداء الدوري، فترفع قيمه الدوري، فترفع اداء المنتخب. ففي الاول وفي الاخر احنا اللي مستفيدين. نرجع لموضوعنا تاني. النادي الاهلي الماتش هيبقى تقيل على قلبه جدا، وبيراميدز هيبقى عايز يرد، فالماتش هيبقى اقوى واحلى من الماتش الاولاني، بس اتوقع هيبقى مقفول اكتر، مش هيبقى مفتوح بنفس الشكل. والاهلي هيبقى مضغوط اكتر من بيراميدز. ده التوقعات، الارقام ما بتكذبش. حته حسابات الورق وان الدور الثاني ما جاتش وما ظبطتش والكلام ده كله دي مشكله. تمام. فاتمنى برضو ان الاداء بتاع النادي الاهلي يفرق والتشكيله تركز وتبقى لعيبه مركزه وتبتدي الماتش صح. بيراميدز هيبقى قوي جدا وقاتل يا مقتول. بكره ان شاء الله هنتكلم عن توقعات التشكيل بتاع الفرقتين باذن الله، وتوقعات المباراه هتمشي ازاي، وان شاء الله نتكلم في تفاصيل كتيره. الماتش اللي فات توقعنا كل حاجه تقريبا بنسبه كبيره وربنا كرمنا تمام. وان شاء الله هنتكلم بكره في حلقه باستفاضه عن التفاصيل والمستجدات. في نهايه الحلقه بشكركم على وقتكم وانكم تابعتونا. ما تنساش بس تعمل لنا لايك للفيديو وشير وتشترك في القناه لو انت مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. كنتم مع استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.